بيكم في برنامج العالم، ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن الهجاص رضا عبد العال. يعني الحقيقة ده اكتر واحد بيهجص على الدنيا كلها، اكتر واحد بينافق على الدنيا كلها، اكتر واحد بيقول كلام بطريقه بشعه وبطريقه غير محترمه من مره. اللي زي ده قلت لكم قبل كده، اللي زي ده وكلهم عينه واحده، اللي زي دول ما عندهمش مبدأ في حياتهم، اللي زي دول ما عندهمش شخصيه، اللي زي ده هدفهم حاجه واحده، واللي زي الهجاص بالظبط اللي هو يعمل ترند، يعمل ترند عشان يبين الناس كلها اللي هو مش عارف، بيعمل ترند، يكذب عشان يعمل ترند، يقول حاجه غير محترمه عشان يعمل ترند ويكسب من وراه فلوس. فاللي زي ده اصلا يعني منافق ومدلس وكذاب، وان هو بيكره وبيغل وبيحقد، والشر مالي قلبه تجاه النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل له مشكله وعمل له وجع وعمل له عقده من سنين، لان هو بيكره وبيغل تجاه النادي الاهلي. طبعا في جوكم بجد والله العظيم حاجه في منتهى حاجه غير محترمه، حاجه منتهى التعصب وفتنه يعني. تعال شوف معايا كده. النادي الاهلي اللي هو بطل افريقيا وبطل القرن، لعيبته مش عارفه تباصي. والله يا هجاص، مفيش غيرك انت اللي هجاص. يعني سبق صدق اللي اتقال عليك الكلمه، كلمه مظبوطه عليك بالظبط، هجاص. لما تيجي تقول لعيبه الاهلي ما بتعرفش، انت عارف ايه معنى كلمه ما بتعرفش تباصي؟ عارف انت عارف دي مدرك؟ انا مش عارف ازاي انت كنت لعيب كوره ما بتعرفش تباصي. دي يعني يكون واحد اصلا ما كانش لاعب كوره اصلا. اصلا دي كلمه، يعني يا جماعه دي كلمه كبيره. لما يقول ما بيعرفش يباصي زي ما قال على قبل كده عمار عطيه ما بيعرفش يباصي، دي كلمه كبيره، دي كلمه كبيره. ده بيدل اللي هو لا فاهم في الكوره، ده كان لعيب كده وخلاص، لكن كفهم كوره لا ما عندوش. زي ده ما قلت لكم، ده حافظ بس مش، بس اصلا هو مش فاهم، هو بيحفظ اي حاجه كده وخلاص لكن هو مش فاهم. فلما يقول كده، لا عايز اقول لك انت بس بتحقد بس وبتغل تجاه النادي الاهلي. بس اي لعيب النادي الاهلي بتقعد تقول تفتري على افتراءات غير طبيعيه وكلام بشع وكلام غير محترم. فطبعا اصلا هجاص رضا عبد العال يعني كاره للنادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. رضا عبد العال اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوني في حلقه بكره من برنامج العالمي. السلام عليكم.